تفيض حنينا دروب الحياة ويشرق فيها شعاع الآمل، وفي رحلة العمر ألف اعتبار يدلك قبل بلوغ الأجل. يطول الطريق ويمضي الصديق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا منازع ولا ولد ولا والدة له. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينادي يوم القيامة بعد فناء الخلق ويقول أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أين جبابرة الأرض؟ أين حكام الأرض؟ أين طواغيت الأرض؟ أين الذين عاشوا في خير وقتلوا عبدي؟ لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب، لا جبار يجيب، ولا أمير يجيب، ولا مأمور يجيب، ولا حاكم يجيب، ولا محكوم يجيب، ولا رئيس يجيب، ولا مرؤوس يجيب. لمن الملك اليوم؟ فيرد الجبار جل وعلا على نفسه قائلا الملك اليوم لله الواحد القهار. أين الملوك؟ أين الحكام؟ أين الزعماء؟ أين الرؤساء؟ كلهم تحت التراب. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن الحبيب النبي قال يطوي الله جل وعلا السماوات والأرض يوم القيامة بيمينه
إن الحبيب محمد يسألك في أمتك. فقال انزل يا جبريل وقل لمحمد سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. عرضت علي الأمم، كل الأمم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. في رواية الترمذي أن العرض كان في ليلة الإسراء والمعراج. يقول النبي عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه القرين، تصغير لكلمة رهط المجموعة من الرجال. ورأيت النبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. تخيل نبي يدعى يوم القيامة وليس معه أحد. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقلت هذه أمتي. قيل لا، إنها أمة موسى. ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فرأيت سوادا عظيما. قيل لي انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فرأيت سوادا عظيما. قيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. في رواية أخرى يحشر يوم القيامة 70,000 من أمتي تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. في رواية ثالثة لما حشر 70,000 من أمة النبي يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قال النبي فاستزدت ربي لأمتي، طلب الزيادة للأمة. فقال الله جل وعلا له ومع كل 1,000 من 70,000 70,000 أخر يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ثم يحفي ربي بكفه. هذا الحديث عند مسلم من رواية عبد الله بن عباس. ثم يحفي ربي بكفه 3 حكايات. فكم سيحفي الله جل وعلا بكفه، وكم سيأخذ الله جل وعلا عندما يحكم ربنا جل وعلا بكفه. فقال عمر بن الخطاب الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو الله أن تكون آخر الحثيات لأمتي. فالله جل وعلا فضل أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على الرغم من ألوف أهل الكتاب، وعلى الرغم من أنف هذا الخنزير الذي استهزأ بالإسلام والمسلمين في الأيام الماضية. هذا الذي تفوق بالجانب المادي، ولكن هو منزوع الجانب الأخلاقي ومنزوع الجانب الديني. نحن نعبد الله الذي خلق الأرض ومن فيها وخلق السماوات ومن فيها، لا كاليهود الذين عبدوا العزير وهو رجل مثله، ولكن أمثال هذا الخنزير الذي يعبد عيسى الذي أماته الله جل وعلا كما يزعمونهم. لكن نعبد الله جل وعلا وحده. فشرط